العربيات الكهرباء اللي كلنا شايفينها المستقبل بدأت قبل العربيات البنزين وبسنين كتير قوي. القصة بدأت في بداية القرن ال19. وقتها كانت كل وسائل المواصلات عبارة عن عربيات خشب بيجرها حيوانات. مهندس مجري اسمه أنيوس جيتلك كان شغال في معمله على موتور كهرباء صغير. الموتور في الأصل كان معمول عشان تجارب معملية، يعني كان أداة للتدريس بس. أنيوس فكر يركب الموتور ده مع بطارية صغيرة على عربية خشب عشان يستبدلها بالحصان. وسنة 1828 عمل أول نموذج لعربية كهرباء، بس كانت عربية ضعيفة جدا بتمشي مدى صغير جدا والبطارية ما بتتشحنش. وعشان كده وقتها الناس ما عجبتهاش الفكرة وقالوا ما الحصان موجود، وما قالش لا. والموضوع مات لسنين كتير قوي. بس سنة 1859 مهندس تاني قرر يجرب نموذج لعربية كهرباء، بس المرة دي استخدم بطاريات بتتشحن. وفي نهاية القرن ال19 انتشرت جدا العربيات الكهرباء في لندن ونيويورك. ووقتها كانت العربيات البنزين لسه في بدايتها. ومع مرور الوقت العربيات البنزين بدأت تسيطر، وخصوصا ان هي بتمشي مسافة اكبر بكتير وقوتها اكبر بكتير من العربيات الكهرباء. وعشان كده العربيات الكهرباء ماتت لسنين كتير جدا. بس المفاجأة، بعد حوالي 200 سنة من اختراعها العربيات الكهرباء رجعت تاني وبقوة شديدة جدا، وبقت مسألة وقت وهتسيطر على سوق السيارات في العالم.